بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. النهارده بقالنا فتره كبيره ما نزلناش فيديوهات لعدم منسوب النيل بيرفع وبينزل، ما فيش سمك واكل. خلاص الموسم بالنسبه للبلط خلص خلاص. النهارده بنجهز او نطلع طعم الارض من الاراضي الزراعيه في شهر 2. النهارده 2/2. طالعين النهارده طلع طعم مفدود ارض. بنجهز لشغل الرعاش. الرعاط اما ياكل في النيل على الحجر بدايه من 20/2 او 15/2. فاحنا بنجهز شويه طعوم، لان الايام دي شهر 2 و3 الطعم بيبقى متوفر في الاراضي بطريقه حلوه جدا. يعني لما نلاقي الطعم الوقت ونشيله ونحافظ عليه ونعمل له مزرعه كده بيكون احسن، بيكفينا طول الموسم. خليكم معانا وباذن الله نبدا نطلع طعوم، نطلع دود الارض من الارض، ويكون موجود فين. نستهدف الاماكن الموجوده. خليكم معايا واحده واحده، وباذن الله هوريكم الطعم موجود فين في الاراضي الزراعيه الايام دي. شهر 2 و3 هتلاقوا الطعم متوفر جدا. طلع طعمك وحافظ عليه وشيله عشان خاطر الموسم. استنونا. زي ما حضراتكم شايفين دي الاراضي الزراعيه واطرف الاراضي. الطعم ما يخش جوه الارض. الطعم بيكون متواجد على الاحرف. مثلا حته جابيه زي دي مكان النطار، الحته اللي بيرمي فيها النطار الميه بتاعته دي بتلاقي فيها طعوم، بس دي فيها شويه سباخ كتيره وناشفه شويه. هنمشي لقدام ان شاء الله هنلاقي. طبعا يا جماعه انا العلبه بتاعتي فاضيه لسه اهي ما فيهاش اي حاجه. ودي الحاجه بتاعتي هات الحديد نطلع بيها طعم. على الارض دي فيها طعم، دي طريه وهنلاقي فيها طعم ان شاء الله. هاجي بصوا يعني الارض اهي. انا هاجي على الطرف اللي هي على المشايات اللي زي كده، في الحتت اللي هي تحت المشايات دي بعيد عن الزرع خالص. هنلاقي الطعم من المنطقه دي كده اهو. دي اهي كده فيها، نلاقي فيها طعم ان شاء الله. انتظرونا ناخد حتتين هنا كده نشوف الدنيا فيها ايه وهنقول لكم. ربطنا خطتين هنا لقينا طعم اهو. لقينا طعم اسود اللي احنا بندور عليه، الطعميه السمراء اللي احنا بندور عليه اهو. دي الطعميه السمراء اللي انا بدور عليها دي. اول طعمين نحطهم في العلبه، نقول بسم الله. ندور بقى ايه. واحد تاني جوه اهو. المكان ده كويس، المكان ده كويس اهو. اهو الطعميه، المكان ده كويس في طعميه حلو. ده الطعم اللي احنا بندور عليه يا جماعه، مش الطعم الحمراء، لا ده الطعم اللي احنا بندور عليه. والله المستعان، ربنا يرزقنا ونحوش شويه النهارده حلوين. انتظرونا ان شاء الله نعمل لكم فيديو كويس. زي ما قلت لكم اهو احنا على الطرف بتاع الارض. دي الاراضي واحنا على الطرف اهو، مش بنخش جوه الارض، لا على الطرف بتاع الارض. انتظرونا. خدنا شويه طعم من هنا مش بطالين اهو. خدنا بتاع شويه يجي تمن اهو ولا اقل من تمن. ولسه البحث شغال، لسه البحث شغال. بصوا يا جماعه انا حافر فين؟ بعيد عن الزرع. انا حافر بعيد عن الزرع خالص، بينه وبين الزرع مسافه. اي حته فيها شويه سباخ، فيها شويه حجاره في الارض الزراعيه، اشتغل تحتيهم هتاخد منهم احلى طعم. طعمها سمرة جبل يا جماعه. انتظرونا ان شاء الله اللي احسن. انا زارع شويه بصل جنب الارض بتاعتنا اهي، فجيت بظروف لقيتهم عطشانين عايزين يشربوا، فكويس ان انا جيت يعني. بصل صيني من الاحمر اهو يعني. زرعوا على رش على الناحيه بتاعت المزجه كده. نضفت الحته دي من الحشائش وكده وكانت عملت فيها بصل اهو. نافع اهو كويس وشغال كويس. ربنا يدينا فيهم يا رب. اهو حلوين ينفعونا في رمضان ولا في حاجه. ان شاء الله في شهر رمضان كده نبقى نجلعهم، ينفع البيت يطلع لهم 2 كيلو ولا حاجه. اي حاجه نعمل فيها حاجه.
فدي بندور على طعم اهو، ماشيين بنلف وبنجول في الارض الزراعيه ندور على طعم. ده كرنب مزروع اهو، كرنب ملفوف وفوق، وده برسيم للمواشي، والتاني اللي واقف ده فول حراتي او الفول اللي بناكله ده بندمسه وبناكله اهو. مكان الميه شغاله على التراب بتاعتنا بتاع الاراضي وبيسقي الاراضي. هنسقي بقى الشوية البتاع دول، شوية البصل دول، ونكمل نلف على طعم. انتظرونا. تعالوا شوفوا حصيلة الطعم اللي طلعناه. بص حاطط عليها شوية تراب، حاطط عليهم شوية تراب عشان ايه؟ عشان ناوي ان انا اعيشهم، ناوي ان انا اعيشهم. طعمية بصوا عاملة ازاي اهو. على صفرهم بالطين بس اوريهم لكم ايه، من غير طينة، من غير طينة يا جماعة، من غير طينة، من غير طينة ما شاء الله. بص الطعم عامل ازاي، بص حبل الطعم عامل ازاي. بصوا يا جماعة، بص حبل الطعم عامل ازاي، بص حبل الطعم ما شاء الله. طلعت بتاع اكتر من ربع كيلو. طعمية كلها ثمرة جبلي ما شاء الله عليها. كده دي علبة لبن يا جماعة، علبة لبن ايه، لبن بتاع اطفال. تمام. انا عايز اعيش الطعم ده، احط عليه شوية طينة زي كده اهو، طينة تكون مفرفطة زي كده، ما تكونش فيها مية كتير اهو، ارميهم في يوم كده. تمام. والعلبة بتاع علبة اللبن الغطا بتاعها البلاستيك اللي هو الشفاف ده، غطا كده بلاستيك شفاف. بخرمه بايه؟ بخرم علبة الطعم بايه؟ بإبرة كده، اشطين فوقيهم اهو، هما مع نفسهم بقى ياكلوا ايه ويفرفطوا حاجات الطينة دي. غطا العلبة بتاعتها بقى واروح مخرمها بدبوس، واروح كاتم قافلها واحطها تحت حوض الميه بتاعة غسيل الوش، احطها كده في الارضية، الارضية تبقى ساجعة والطعم يفضل عايش فيها شهر، شهر ونص على حسب ما يعيش عادي يعني، مش هيجرى له اي حاجة. يوم نطلع كده ندور على شوية طعم وكده، ونحوش طعم للصيف، نحوش التوشكة، نحوش شغل الرعاش في شهر 2، في نص شهر 2 كده او 20/2 هنطلع على الرعاش. النهارده 2/2، الفيديو ده هينزل يوم 3/2، الفيديو ده هينزل 3/2 و4/2، هينزل 3/2 على اليوتيوب، و4/2 هينزل على الفيسبوك. وهعمل بس ان شاء الله بس مباشر على اليوتيوب كل يوم الساعة 10، من 10 ل 12، من 10 بالليل ل 12 كل يوم هعمل ساعتين بس على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال يخش يتكلم معانا كده، هنبقى مجموعة كلنا مع بعضينا. اغلبية الصيادين ان شاء الله هنتجمع النهارده وبكره، اغلبية الصيادين من القنوات وكده، اللي عنده سؤال هيبقى يسأله عادي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.